المستشارين في القصر الجمهوري، وبعدين ما شايلين سلاح من اجل السلاح، عندهم مشروع سياسي طارحينه الان بيجري التوافق بينه وبينهم، لانه نحن بكره النظام ده لو سقط الجبهه الثوريه دي، وقالوها عشرات المرات، قالوا النظام ده لو طلعت المظاهرات في الفتره اللي فاتت الانتفاضه اللي فاتت، قالوا نحن مستعدين نوقف القتال. لانه في وعي كبير حتى في المعارضه المسلحه، وفي وعي كبير في شبابنا. انا سمعت لكلام خالد حسن، قال كلام متميز جدا جدا. ليه الشباب نحن دايما نمشي لقدام نوحد كل الخطوط بتاعت المعارضه على هوادي عشان ناسس بها دوله الحريات، دوله الرشد، دوله الديمقراطيه. انا شاكر حقيقه والله ما دارت لي لانه بعدين ناس جايين، لكن انا بحييكم وبفتكر انه نحن بقلب قوي كقياده بتاعت معارضه نقول من جنبات هنا بدا مشروع اسقاط النظام الجاري ان شاء الله.